السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. مع اقتراب شهر رمضان راهي تحضيرات النساء في الجزائر داخلة بقوة، وهذه الأيام ولات مواقع التواصل معمرة بمنشورات عن تحضيرات رمضان، كيما التقلية تاع 30 يوم وحتى قصان اللحم. ظاهرة انتشرت بزاف، كاين اللي يشوفها تنظيم وذكاء، وكاين اللي يعتبرها مبالغة وتضييع. في هذا الفيديو راح نشوفوا تفاصيل هذه الظاهرة، علاش راهي منتشرة، وش هي الإيجابيات والسلبيات تاعها. وش راح صاري بالضبط هذه الأيام؟ بزاف من النساء في الجزائر ولاو يوجدوا رمضان قبل بأسابيع، وبعضهم حتى قبل بشهرين. كاين اللي حضر البيض ويجمدوا واحد يحطوا في أكياس، وكاين اللي جهز التقلية تاع 30 يوم، علب فيها اللحم، حمص، توابل، ثوم، بصل وزبدة، كلش جاهز. علاش هذا الشيء راه منتشر؟ السبب الأول هو تنظيم الوقت. رمضان معروف بالضغط، خدمة الدار، القفة، الصيام، الطياب، وحتى التعب. والمرأة كي تجهز قبل تربح روحها، تربح وقت قصدي في رمضان. السبب الثاني هو الخوف من الغلاء. كاين ناس تفضل تشري بكري قبل ما تطلع الأسعار في رمضان، خاصة اللحم والدجاج والخضر. والسبب الثالث هو التأثير تاع السوشيال ميديا، يعني الفيديوهات ولا الترند، وكل واحدة تحب تبان منظمة وشابة في تحضيراتها. الإيجابيات هي بالطبع توفير الوقت في رمضان وتخفيف الضغط اليومي، واقتصاد في المصروف إذا شريت بكري، وتقليل التبذير كي تكون المقادير محسوبة. أما السلبيات والمخاطر، بعض الطرق ماشي صحية، تحضير كميات كبيرة يقدر يسبب تبذير، والتخزين الخاطئ يفسد الماكلة، والضغط النفسي، بعض النساء يحسوا لازم يديروا كيما الناس باش ما يبانوش ناقصين. الخلاصة الواقعية، التحضير رمضان ماشي عيب وماشي غلط، بصح لازم يكون بعقل وتنظيم بطريقة صحية، وماشي باش نرضيو الناس ولا نلحقوا الترند. في الأخير تحضيرات رمضان في الجزائر ولات ظاهرة واضحة ومستمرة كل عام، ونساء بزاف راهم يحاولوا يسهلوا على رواحهم الشهر الفضيل. لكن يبقى الأهم هو الصحة، التوازن، وعدم المبالغة، لأنه رمضان ماشي شهر التفاخر في التحضيرات، رمضان شهر العبادة وراحة وبركة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وخليوا لي رايكم في التعليقات. واش تشوفوا تحضيرات رمضان تنظيم ولا مبالغة؟ في فيديو قادم إن شاء الله، في رعاية الله وحفظه.